بني ادم قوي جدا ولو مسك حد مش بيسيبه. روبرتو سايبورغ. تعالوا نشوف هو عمل ايه مع لوكاس هالك باربوسا. من البداية مسك دماغ خصمه كولر تاي وعمل تكنيك اسمه سناب داون، وده بيبقى عبارة عن ان انت بتضغط دماغ خصمك لتحت. ده بيخلي رد الفعل الطبيعي بتاع خصمك انه يرفع دماغه لفوق، وفي اللحظة دي ممكن تستخدم هجمات الجزء التحتاني من الجسم زي الدبل ليج تيك داون. بعدها سايبورغ هيتمكن من ظهره، وخصمه هيعمل غلطة كبيرة ان هو يقف من غير ما يكون حاطط ايديه على الارض، وده هيخلي وزن دماغه واتجاهها سهل ان هو يتحرك لورا. فسايبورغ هيدوس برجليه تحت رجلين خصمه ويقلبه سوبلكس جميلة جدا. ده هيؤدي في النهاية ان سايبورغ هيتقدم على خصمه ويبتدي ياخد ظهره، وفي النهاية ينتهي بمكسبه. واللي انا عايز اقوله ان الاسقاطات او التيك داونز مش مجرد حركات بتتحفظ وتتنفذ، لكن ادراك قوي جدا بالاتجاهات بتاعت جسم خصمك وحركات مناسبة ليها. وما تنساش تعمل فولو عشان تشوف الفيديوهات الجاية.